السلام عليكم خاوتي، وان شاء الله كامل تكونوا بخير. خاوتي اللي موش مشترك معنا في القناة يشترك، وما تنسوش تدعمونا بجامل الفيديو. شهدت البطولة ما وصفه الكثير بالمجزرة التحكيمية التي أدت لإقصاء منتخب تنزانيا أمام أعين العالم، وسط تساؤلات حادة حول نزاهة المنافسة بعد تأهل المنتخب المغربي للدور الربع النهائي في أجواء يراها البعض مهزلة كروية. الجماهير تتهم مراكز القوى في الكاف بمحاولة حسم هوية البطل في الكواليس بدلا من أرضية الميدان، مشيرين إلى أن ما يطبخ في الغرف المظلمة لتجهيز الكأس على مقاس المغرب سيواجه بصمود المنتخب الجزائري القوي. وفي هذا السياق جاء رد الإعلامي المصري فهمي ليؤكد هذه الشكوك، حيث صرح قائلا: أنا شايف إنها ركلة جزاء صحيحة لتنزانيا والحكم تغافل عنها، وكمان عدم مراجعة حكم الفيديو للعبة يخلينا نشك في نزاهة طاقم الحكام بالكامل.